السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة منوعات نوجة. النهاردة هنعمل مع بعض حلا الشعرية بحشوة القشطة المنزلية، سهلة ولذيذة وسريعة وبدون فرن. مكوناتها موجودة في المطبخ عندك، شكلها يفتح النفس زي ما انتم شايفين، وطعمها ولا أروع من كده، وهتعجبكم إن شاء الله. جربوها وهتحبوها. بصوا شكلها عامل ازاي، وطعمها لذيذ جدا جدا جدا. لو عندك شوية شعرية ومعلقة نشا، تعالي وانا اقولك هتعمليها ازاي. يلا نشوف مع بعض المقادير والطريقة. ما تنسيش الاول اشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وان عجبك الفيديو اعملي لايك. يلا بقى ندخل على المقادير والطريقة. هنجيب مع بعض 4 مكعبات زبدة، و3 معالق نشا، ومعلقتين كريم شانتيه، و6 معالق سكر، وباكو فانيليا، وكوباية شعرية 250 جرام. هحط لكم المقادير وبالجرام في صندوق الوصف. و2 لتر لبن، 2 لتر حليب. تمام كده. هتجيبي حلة على النار وتحطي فيها الزبدة لحد لما تسيح، تحطي عليها الشعرية. اول ما تسيح كده تحطي الشعرية وتقلبي، وايدك فيها ما تسيبيهاش لحد لما تحمر. اوعي تسيبيها عشان يبقى لونها موحد، واحنا عايزين اللون الاحمر الجميل ده علشان تبقى كلها لون واحد، وما تتحرقش منك حتة، ولا حتة تستوي وحتة لأ، او حتة تحمر وحتة ما تحمرش كده يعني. تقلبي كويس وايدك فيها. هنا قربت تخلص. وهنا خلاص هبدأ بقى افضيها في طبق. وهنا فضيتها. احنا عايزين اللون ده، شايفين اللون الجميل دوت الاحمر من اول درجاته الجميل قوي ده. هناخد نفس الحلة، مش عاوزين ما تشطفيهاش انت، بس فضي اللي فيها زي ما هي كده، وهتحطي فيها ال2 لتر لبن، ال2 لتر حليب، وهننزل فيها. اللبن بتاعنا يكون كامل الدسم، خلي بالكم. هننزل في الحليب بالكريم شانتيه وبالفانيليا وبالنشا، ونقلب كويس عشان ما تتكتلش. وهنحط 6 معالق سكر. السكر حسب الرغبة، يعني انتي حسب ما انتي بتحبي حاجة مسكرة قوي او لا. انا هنا بحبها مظبوطة، طلعت فعلا مظبوطة. بال6 معالق سكر يا دوب على قدها مظبوطة. وهقلب كويس وابدأ ارفعها على النار. وهنا ايدك برضو فيها، تهدي النار عليها، وتحطي شوية جوز هند، حوالي معلقتين جوز هند مبشور عشان يدوا ريحة حلوة ليها. وهنا بدأت تتقل. احنا عاوزينها تتقل، تبقى تقيلة، مش تبقى زي المهلبية والكلام ده، لا احنا عايزينها تقيلة اتقل. تمام كده. وهنا خلاص بدأت تعمل الفقاقيع اللي في الحراف دي، تعرفي انها تقلت خالص. هتجيبي الصينية بتاعتك وهتحطي فيها الشعرية في الأرضية، شوية شعرية من اللي انت حمرتيها، وهتحطي عليهم الخليط اللي احنا عملناه. حطيه بالراحة كده، تنزلي بيه كله.
تسويها بقى من الجناب، تخليها كلها تبقى حتة واحدة وتفرديها كويس في الصينية. مش هتاخد منك 10 دقايق، جميلة جدا وطعمها ولا اروع من كده. ابدأ بقى اسويها من وش كده. اصلا الحلو ده باكستاني، طريقة باكستانية، بس بجد لذيذة وطعمها حلو وسريعة جدا. وهنا هحط بقى على الوش الشعرية، هفردها بقى على الوش بتاع الصينية. ولو عندك مكسرات هتحط على كل قطعة، طبعا احنا هنقطعها مربعات، هتحط على كل قطعة شوية مكسرات من فوق الوش كده. بصي زي كده، انت هتقطعيها على مربعات كده على 3 حتت، هتحطي في كل حتة شوية من فوق الوش. عندك بقى فستق، جوز، زبيب، سوداني، اي حاجة مش هتقول لا. وهنا خلصت، هبدأ بقى احطها في التلاجة ومش هقطعها قبل 3 ساعات على الاقل لحد ما تبرد تماما. وهنا زي ما انتوا شايفين طلعتها، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة بجد يعني، وكان طعمها حلو قوي قوي قوي. والشعرية كده بتقرمش، وهي بصراحة ليها طعم حلو وجميل جميل، هتعجبكم وهتعشقوها، وولادكم كمان هيعشقوها، طعمها حلو قوي. ما تنسوش احنا قلنا الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك. يلا نشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. شفتوا سهلة وسريعة وجميلة ازاي، وشكلها يشرف بصحيح، شكلها يفتح النفس، بجد جميلة. باي باي.